ينفع سيجارة إلكترونية تبوظ رئتك بسبب مرض ملوش غير حالة واحدة في العالم؟ طب تخيل انت كده بتخاطر بحياتك بسبب مرض تقريبا مش موجود. فاكر يوم سمعت عن مرض اسمه رئة الفشار؟ رئة البوب كورن. قالوا ان هو بيجي بسبب الفيب، وبدأت الدنيا تقوم وتقعد. بس تعرف ان في العالم كله تم تسجيل حالة واحدة بس قلبت الدنيا، والمرض ده خطير جدا. بس هل فعلا الموضوع كده؟ وايه ممكن يكون الدور الحقيقي لشركات التبغ في القصة دي؟ لو عايز تعرف الحقيقة خليك معايا الفيديو ده. شركات التبغ العملاقة زي فليب موريس وبريتش امريكان توباكو بيتكلموا كتير عن مستقبل خالي من الدخان، وبيقولوا ان هما بيشجعوا على استخدام الفيب لانه بديل اقل ضرر. لكن هل تعلم ان نفس الشركات دي بتمتلك اكبر شركات الفيب في العالم؟ يعني اللي كانوا بيبيعوا سجاير معينة فجأة بقى هما بيدعموا الفيب اللي المفروض بيقلل الضرر، وده كله جزء من خطة تسويقية ضخمة عشان يحافظوا على ارباحهم مهما كان الثمن. خلونا نرجع شوية بالزمن. في الستينات فيليب موريس قالوا ان الستات اللي بيدخنوا بيجيبوا اطفال وزنهم اقل لكن صحتهم كويسة، ودي كانت كدبة وقتها خدعت ناس كتير ونجحت دعاية الشركة. لكن في الحقيقة الابحاث اكدت ان التدخين بيضر الام وبيضر الجنين. دلوقتي نفس الشركات بتكرر نفس الكدبة لكن بتسويق مختلف وادوات جديدة زي الفيب. بيقولك بقى ايه؟ ان في مرض اسمه بوب كورن لونج او رئة الفشار، ظهر لأول مرة في الستينات بين عمال مصانع فشار الميكروويف. المادة المسؤولة عن المرض اسمها دايستايل، ويا رب أكون بنطقها صح، وبتكون موجودة في بعض نكهات الفيب. قصة البنت اللي عندها 17 سنة واللي دخلت المستشفى بسبب المرض ده واتشهرت مؤخرا جدا، لكن في الواقع تم تسجيل حالات قبل كده بس محدش اتكلم عنها، والسبب ان الموضوع مرتبط بمصالح ضخمة لشركات التبغ واللي بتحاول تخلي الفيب أأمن أكتر مما هو عليه. بس شركات التبغ مش فارق معاها تبيع سجاير تقليدية أو فيب، المهم إنك تبقى مدمن نيكوتين، وبتستهدف الأطفال والمراهقين عشان يبقوا زباين عندها مدى الحياة. منصات التواصل الاجتماعية عندها إعلانات مخفية وأسلوب تسويقي ذكي بيخلي الفيب حاجة كول وجذابة. في الحرب العالمية الأولى كانوا بيوزعوا سجاير على الجنود عشان يخفف عليهم ضغط الحرب، والجنود رجعوا لبلادهم مدخنين جدا. في الأفلام القديمة زمان كانوا بيدفعوا الممثلين إنهم يدخنوا زي جيمس بوند، يظهر في الأفلام وهو بيدخن عشان يكون رمز للرجولة والقوة. دلوقتي نفس الأساليب دي لكن على منصات زي التيك توك والانستجرام مع نجوم وشخصيات مشهورة بتروج للفيب. والفيب مش خالي من المخاطر لكن النيكوتين اللي فيه بيخليك مدمن، ونكهات الفيب بتخلي الموضوع مغري بالذات للمراهقين. والعديد من الدراسات بتقول ان الفيب اقل ضرر من السجاير التقليدية، لكن مش معناه انه أأمن ومفيد. ده فيه مخاطر على صحتك حقيقية ومش معروف تأثيره على الصحة على المدى البعيد. في الأربعينات والخمسينات تسويق التدخين كان بيركز على الرجالة، لكن بعدها بدأوا يستهدفوا الستات. في واحد اسمه ادوارد بنوريز اللي هو يبقى خاله سيجموند، واللي أسس تسويق التدخين كرمز للحرية والاستقلال للمرأة. حكاية التسويق مش بس عن المنتج لكن عن كيفية إقناع الناس إنه شيء مطلوب. والشركات دلوقتي بتستخدم تقنيات جديدة زي الإعلانات المخفية وتأثير المشاهير واستخدام تأثير الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي. ده بيخلي الفيب منتج مرغوب عند الشباب رغم مخاطر الإدمان والمرض. وفي قصص كتير عن شباب ومراهقين اتعرضوا لمشاكل صحية بسبب الفيب. في بعض الدول تم حظر نكهات الفيب عشان تقلل من استهداف الأطفال، لكن الشركات دايما بتلاقي ثغرات جديدة عشان تستمر في التسويق. لو انت مدخن او بتستخدم الفيب لازم تكون عارف ان مش كل اللي بيقولوا عليه حقيقي. شركات التبغ مش بتفكر في صحتك لكن في فلوسها وارباحها، فلازم اختيارك يكون واعي وصحتك تكون اهم من اي حاجة. لو عجبكم الفيديو اللايك والشير، وقولوا لنا في التعليقات ايه اكتر حاجة فاجأتكم في الفيديو. اشوفكم الحلقة الجاية.